السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكايتنا اليوم بعنوان أعياش أميمي. اليوم حكايتنا جبتها لكم من التراث الشاوي. هي حكاية تغنوا بها بزاف الشاوية بعنوان أعياش أميمي. هي قصة صغيرة بصح مؤثرة بزاف. يحكوا بكري على امرأة من الوراس فلاحة، وكانت زينة ومعروفة بالجمال، وشاعت في دوارها وسمعوا بزينها في كل بلاد. وتقدم لخطبتها بزاف ناس ومنهم القايد، وهي رفضته وما بغاتش، كانت تبغي ولد عمها عياش. فات الزمان وتزوجت هذه المرأة بولد عمها، والحق الخبر للقايد. كي عرفها باللي تزوجت قال كيفاش ترفضني انا وتقبل بواحد من الرعيان، وحلف باللي ما غاديش يفوتها لها على خير، ودبر لها مكيدة لراجلها. وذيك المكيدة وصلت أنه كتله، وكي مات خلاها حاملة، وهي قررت تكمل حياتها وحدها وتربي ولدها، وحزنت بزاف على راجلها عياش. وكما كان الحال عاودوا الناس قعدوا يتقدموا باش يخطبوها، وكانت ديما ترفض. وصبر عليها القايد حتى ولدت وفاتت العدة. عاود ثاني هو رجع وخطبها، وكانت سمات ولدها عياش على أبوه، ورفضاته للمرة الثانية. وقالت له ديت مني عياش الأول، وراني نذرت حياتي لعياش الثاني، تقصد وليدها. زاد هو حقد عليها، وجاته إهانة كبيرة كيفاش ترفضه مرتين، وهو القايد مشي أي واحد عادي. ومن سمع الرد عاود بعث لها مرسول، قالها يا تقبلي ينزل نقتلك ولدك. قالت له انا مانيش قابله بيك، ودير اللي تبغيه. وفي يوم من الايام رجعت من الفلاحه، كي دخلت لدارها ما لقاتش ولدها، قعدت تحوس عليه في كل مكان وتجري حتى اللي لحقت للمقبره. شافت قبر طري، عرفاتو بلي هذاك قبر ولدها. قعدت قدامه تبكي وتعدد بالشاويه، وتغني وتقول اعياش ميمي، يعني يا عياش ولدي. وقعدت على هذاك الحال وقت، وفي واحد النهار من النهارات ناضوا أهل القرية لقاوها ميتة والثلج مغطيها. لحقت راجلها وولدها. وقعدت هذه القصة متداولة عند الشاوية، وداروا منها غنية معروفة لحد الآن: أعياش أميمي، أهاي واي عياش أميمي، أهاي واي ويفرج ربي. إن شاء الله تكون عجبتكم، وتنساوش تتابعوني وتديروا لي لايك وتعلقوا لي إذا تعرفوا هذه القصة، ونتلاقوا في حكاية أخرى إن شاء الله.